اختاروا المدرب الشاب شرف الدين دينار المدرب المغربي المقيم ببرشلونة واحدا من أهم الأطر المغربية في ميدان التكوين والاكتشاف في أوروبا، وخاصة الدوري الإسباني، حيث ساهم في اكتشاف العديد من لاعبات المنتخب الوطني المغربي بمختلف الفئات العمرية للمنتخب، وأقنع العديد من اللاعبات بحمل قميص لبؤات الأطلس. في حوارنا مع المدرب عبر عن استعداده الكبير لخدمة مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النسوية خدمته المغرب من خلال تقديم لاعبات مغربيات محترفات بالدوري الإسباني لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن المنتخب النسوي قادر على مقارعة كبار القارة السمراء والفوز باللقب الإفريقي. وكان شرف الدين مدرب شبان فريق تيراسا الإسباني والذي يعمل حاليا بنادي وي اس برشلونة، ساهم في تطعيم الفئات العمرية للمنتخب المغربي بالعديد من اللاعبات، من بينهن كوثر التقي 22 سنة الممارسة بفريق ساباديل، نور الوديني 17 سنة من فريق سانس برشلونة، ودليل برحو من فريق تيراسا، وفاطمة غربي من فريق مونفيمين الكتالوني، لاعبتي منتخب أقل من 20 سنة. وبخصوص تطور كرة القدم النسوية في المغرب، فقد أكد على ضرورة الاعتماد على المحترفات مع عدم إهمال لاعبات البطولة الوطنية المغربية، وقال في هذا السياق: تقصد تطور المنتخبات، المحترفات يبقون بالفعل إضافة إيجابية، لأن جل اللاعبات يأتين من بطولات قوية من أوروبا وأمريكا، وهنا يبقى دور التكوين المستمر والتأطير الجيد وعلى أعلى من المستويات، ناهيك عن حب الانتماء وحب تمثيل بلدهم الأصل والأجداد، وهو دافع قوي يعطي طاقة إيجابية فوق الملعب. أما بالنسبة للاعبات للبطولة، أغلبهن لديهن موهبة فردية، وهناك بعض الأندية الوطنية تشتغل باحترافية لكن قليلة. ويبقى دور المدرب في دمج هذه الكتلة وجعلها مندمجة ليكون منتخبا قويا قادر على الفوز بالألقاب وجلب بطولات قارية مستقبلا. وبخصوص عمله مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النسوية، فقد أكد على أنه يعمل بشكل تطوعي. طبعا عملت متطوعا وهو واجب بالنسبة لي، وفخر أن أمد يد العون بكل ما أستطيع للمساهمة في تطوير هذا الميدان في بلدي، إلا أنه اجتهاد شخصي وانفرادي، تعرضت للعديد من الصعوبات والعراقيل، لكن الحمد لله وبفضل رضا الوالدين وحب الناس نجحنا. وأشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي النسوي قادر على الفوز بلقب إفريقي في السنوات القادمة، قائلا: نعم، لما لا، وهناك مواهب وعمل قاعدي ومخطط من طرف الجامعة في تطوير الكرة النسوية، كذلك وجود العديد من المحترفات اللواتي أعطينا الإضافة، ولا ننسى الأرضية والمراكز المتقدمة الموجودة في المغرب. وتابع فيما يتعلق بدعوة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النسوية للعمل معها، وقال: كان هناك اتصال مع الطاقم السابق كايلي، لكن مع الكوفيد توقف كل شيء، كذلك هناك العديد من المشاريع التي أعمل عليها هنا في إسبانيا، ليس بالضرورة أن أتلقى اتصالات حتى أساعدها، أنا أخدم وطني فقط، أساعد ومتعاون، وأنا الحمد لله أشتغل هنا ومقيم لمدة طويلة، ويبقى المغرب بلدي وأصلي وأفتخر كوني مغربي. وعن مستقبله التدريبي، أكد أنه تلقى عروضا من أندية خليجية وأخرى من نيوزيلندا للعمل مع بعض الأندية، لكنه رفضها وفضل البقاء في إسبانيا وعدم الانتقال خارج أوروبا والاشتغال هناك، قائلا: نعم، تلقيت مجموعة من العروض، لكني رفضت العمل خارج الديار الإسبانية، لأن كل شخص ظروفه الشخصية والعملية، والأهم الأسرية، وليس كل شيء يساوم بالمال. أنا هنا أشتغل وعندي مكانتي، وأصبحت معروفا بحكم عملي واجتهادي لسنين، كما كانت لنا سابقة في إعداد دورة تكوينية لنظريات من الاتحاد السعودي وأعمال أخرى احترافية أقول ما بها. وبخصوص مستقبل المنتخب الوطني المغربي النسوي لكي يكون مثل منتخبات جنوب إفريقيا ونيجيريا وكبار القارة الإفريقية، أشار إلى ضرورة الاعتماد على كفاءات ذات خبرة عالية، قائلا: نحتاج بطولة قوية منافسة، بالإضافة إلى التكوين المستمر ثم التأطير الصحيح، مع الاعتماد على كفاءات من ذوي الخبرة.
ووجود أطر تعرف كيف تتعامل مع اللاعبات، أو بمعنى آخر الاحتراف، لأنها تتوفر على بنية تحتية مهمة ومراكز ذات مستوى عالمي، وهناك طاقات ومواهب كثيرة. انهى حديثه بخصوص كأس العالم للأندية والتنظيم الكبير الذي وصل إليه المغرب، مشيرا إلى أن المغرب قادر على تنظيم كأس الأمم الإفريقية القادمة وكأس العالم. تنظيم مبهر يفرح القلب، صنع مغربي 100%، مع الاعتماد على تاريخنا وأصالتنا وموسيقى من تراثنا، ولا ننسى الرسائل الإيجابية لكل العالم، وتكريم الأسطورة البرازيلي الراحل بيلي. نعم، المغرب قادر على تنظيم كأس الأمم الإفريقية القادمة. لقد أصبح رمزا لاحتضان أكبر التظاهرات القارية كأس إفريقيا الأخيرة للمنتخبات النسوية، وكذلك كأس العالم للأندية، وكأس عصبة الأبطال التي فازت بها الجيش الملكي. لقد أصبح المغرب وجهة عالمية، والدليل على ذلك الإشعاع العالمي الذي خلفه كأس العالم للأندية بكل من طنجة والرباط، والتي حضرت حفل الافتتاح بملعب ابن بطوطة بطنجة العالية والغالية.